السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. جبت لكم فيديو جديد ومهم للغاية. راح نهضروا على موضوع ارتفاع الأورو لشهر جونفي. من المتوقع أن تشهد سوق العملات الأجنبية في الجزائر تقلبات ملحوظة مع بداية العام الجديد، خاصة إذا استمرت السياسات الحالية المتعلقة باستيراد السيارات ومنحة السياحة. فقد أثار قرار بقاء استيراد السيارات قيدا على المركبات التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، بالإضافة إلى تأجيل منحة السفر للسياح قلقا متزايدا بشأن الطلب على العملة الصعبة. يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء، حيث سيزداد الطلب على العملة الأوروبية بفعل تقلص الخيارات المتاحة للمستهلكين والمستثمرين. إن نقص السيارات الجديدة وعدم القدرة على استيراد السيارات القديمة بمرونة سيحفز مزيدا من الأفراد والشركات للبحث عن بدائل، مما قد يزيد الضغط على سوق العملات. علاوة على ذلك، فإن تأجيل منحة السياحة من شأنه أن يدفع المواطنين الراغبين في السفر إلى شراء العملة الأوروبية بفعل تقلص الخيارات المتاحة للمستهلكين والمستثمرين. إن نقص السيارات الجديدة وعدم القدرة على استيراد السيارات القديمة بمرونة سيحفز مزيدا من الأفراد والشركات للبحث عن بدائل، مما قد يزيد الضغط على سوق العملات. علاوة على ذلك، فإن تأجيل منحة السياحة من شأنه أن يدفع المواطنين الراغبين في السفر إلى شراء العملة الأجنبية من السوق الموازية بأسعار مرتفعة، وهو ما سيعزز الطلب على اليورو ويؤدي إلى قفزة في قيمته. إذا استمرت هذه الظروف دون تدخلات جدية من السلطات لتخفيف الضغوط، فقد تشهد مستويات قياسية من سعر صرف اليورو لم تشهدها البلاد من قبل. الخلاصة أن السياسات الاقتصادية الحالية قد تساهم في تفاقم أزمة العملة الصعبة، مما يستوجب إعادة النظر في الإجراءات والتوجه نحو حلول أكثر توازنا لدعم الاقتصاد المحلي وتجنب الارتفاع المفرط في أسعار العملات الأجنبية. كما شفتوا هذا التقرير اللي داروه في جريدة النهار، أنه راح يتم تأجيل المنحة السياحية إلى غاية شهر مارس، ولما مازال ما خرجت في الجريدة الرسمية إلى حد الساعة. كذلك استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قرار ساري المفعول إلى غاية الساعة. مادام كاين استيراد السيارات، مادام كاين بزاف أمورات يحتاج فيها الأورو، سعر الأورو راح يتزايد وراح يوصل إلى 30 ألف لواحد أورو على حسب الناس اللي راهي تهدر. لأنه مادام كاين تأجيل المنحة منحة السياحة، أكيد راح يزيد سعر الأورو، لأنه راح كاين طلب كبير وإقبال كبير لشراء هذه العملة في السوق الموازية. في الأخير، ما تبخلوناش بجام واشتراك في هذه القناة، راح نجيب لكم الحصري والمفيد.